في اشياء عم بتصير بسوريا هي اللي رح تصدم جوجل، مثل وزير الثقافه اللي كان مشارك بمؤتمر اربعاء حمص. هن قالوا لك بدنا كلمه مش المعجم كله، بلش يحكي بمؤتمر اربعاء حمص وخلص بمؤتمر جمعه حمص. لا وبعد ما خلص قال هو وجالس طلع معه كم كلمه عن حمص. طب بسيطه، الزلمه حكي المعجم كله، رح تاثر كلمتين زياده يعني طلع معه هو وبالمؤتمر؟ قال وزير الثقافه طلع معه ديوان شعر مرتجى الجاي وتشبيهات، هذا غير الكلمتين. هشام حداد، يبدو انه الحول اللي بعيونك ما عم يخليك تشوف الاشياء كما يجب. للأسف أنت تحولت لنسخة ذكورية مشوهة عن نضال الأحمدية. يعني كل ما بتنزل مشاهداتك تستعطف الترند وبتفتح الملف السوري لتستجدي لايكات وكومنتات. يا ريت تحكي عن أزمة النفايات اللي ما خلت متر فاضي بلبنان، أو عن مشاكل لبنان اللي غرقان فيها من راسه لأساسه، بدل ما تتفلسف على الحكومة السورية وعلى وزير الثقافة اللي ما رح توصل حتى لربع ثقافته وأخلاقه. تتذكر لما ريما ديب عملت منصورتك كلسات ولبستهم بإجريها؟ ممكن نرجع نكرر تجربة ريما ديب لكن بنسخة مطورة. ممكن نعمل منصورتك حفاضات أطفال ونوزعها مجانا بسوريا، وهيك كل طفل سوري بيقضي حاجته عليك. صدقني هيك رح تضل ترند مدى الحياة.